السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى النهارده اشتريت شويه حاجات حلوه قوي، قلت لازم اوريها لكم. حاجات كده هتنفعك بقى في المطبخ ولوازم التورت والكيك والحاجات دي، وهقول لكم البدايل اللي انا كنت بستخدمها مكان الحاجات دي عشان ما كانتش موجوده عندي. قبل ما نبدا، لايك وشير واشتركي في القناه عشان يوصلك كل جديد. ده صاج انا جبته، عامل 120 جنيه. هو ده صاج، في منه بيبقى ألومنيوم، ده بيبقى ب600 وحاجة. أنا جبت الصاج ده يعني مش على قدنا، وجبت السيليكون ده رسمة الريشة. وهنا ده منشار بتاع الكيك، المنشار ده ب100 جنيه. وده السكلابر اللي هو بنساوي بيه التورته واحنا بنجلسها. دول بيبقوا كام واحدة كده مع بعض زي ما انتوا شايفين، في مشرشرة وفي اللي هي عادية مستقيمة دي. ده برضو قالب شوكولاتة بشكل اشكال وردة كده، وفي اشكال كتير بقى، هاتي الشكل اللي يعجبك. بتبقى حلوة قوي، تعبي فيها الشوكولاتة وبتطلع لك نفس الرسمة. ودول بقى اقماع اللي هي بتاعت الكريمة دي اللي هو الشريطة اللي هي بتعملي بيها فيونكات، لو هتحطي منها كده تزيني بيها التورت، تبقى برضو جميلة. تجيب الالوان اللي انت عايزاها. وده القمع عامل حوالي 20 او 25. في الرسمة ده الشكل ده، ومعايا الشكل ده كمان، والشكل ده، والشكل ده، اشكال كتير. والشكل اللي بيعمل الوردة. ومعايا القمع الكبير اللي هو بتاع بلح الشام، جبتهم دول. ودي سكينة برضو ما كانتش موجودة عندي، قلت جبتها. يعني كل حاجة بتنفع، انا قلت يلا فرصة بقى، ان شاء الله معانا حد حوش. ده مضرب نسكافيه، ده بالحجارة. وده مضرب سلك عادي يدوي. وده ورق زبدة. هي اللفة دي بيبقى فيها كتير، انا جبتها ب25 جنيه، بيبقى فيها كتير، دي حلوة اوي برضه. وجبت ده بقى الكوب المعياري، اللي هو الكوباية بقى، نص كوباية، تلت كوباية، ربع كوباية. ما كانش عندي منه طبعا، كنت بستخدم الكوبايات العادية، المجات العادية. يعني كنت بمشي حالي في حاجات كتير. دي بقى الازاز دي بتحط فيها الصوصات، حادقة بقى او صوصات، كراميل، شوكولاتة. دي بولات للكريمة او اي حاجة، بتنفع جدا في المطبخ. يعني هاتي مقاسات منها، خليها دايما عندك في المطبخ، هتنفعك قوي. ودي بقى القواعد بتاعة التورتة. انا كنت الاول بجيبها، كانت رخيصة جدا، ب5 جنيه الواحدة، الاتنين ب5 جنيه. دلوقتي اكتشفت ان هو بيقولي دي بالكيلو. الشوية دول عاملين 200 جنيه. في بقى مقاسات بقى، في كبير، في 30، 28، 26. كل المقاسات اللي انت عايزاها هتلاقيها. وقال لي بالميزان وزن دول قلب 200 جنيه. يلا كل حاجة غليت، هنعمل ايه؟ بصوا مقاسات كده كتير، وفي كمان منها مستطيلة اهي زي دي كده. يعني تجيبي بقى المقاس اللي يناسبك، او انت مثلا فاتحه مشروع وعايزه بقى شوفي اكتر مقاس بينطلب منك ايه، هاتي منه. دي بقى دعامات، اللي هي لما تكوني عامله تورته دورين او 3، بتحتاجيها، بتقطعيها كده بالمقص وبتحطيها في الدور الاولاني عشان تشيل الدور اللي فوق. دي الواحده عامله 10 جنيه. ودي اشكال بتاعه الشوكولاته، في عريس وعروسه زي ما انتم شايفين كده، في الشكل ده، في شكل القلب ده. في اشكال كتير بقى، انت اختاري اللي انت بتحبيه او الشكل اللي يناسبك يعني. ودي برضو هابي بيرث داي، لما يكون مثلا عيد ميلاد حد، انت عامله له تورته وعايزه تحطيها على التورته، بتبقى حلوه قوي وبتبقى شكلها جميل. وبتحاولي بقى تنسقي الوان الكريمه مع الالوان اللي انت جايباها. ودي قوالب كب كيك، الورق اللي هو بتحطيه في القوالب وتحطي فيه الكب كيك اللي انت هتعمليه. ومعايا هنا حاجات كمان كتير، الوانات اهي. بصوا الالوانات دي الوانات صحية برضو، بتلوني بقى الكريمة، عجينة السكر، اي حاجة. انا جبت احمر واخضر واصفر وازرق وفوشيا. هاتي برضو الالوان اللي انت تحبيها. دي الواحدة عاملة برضو 15، لا 20 جنيه. ودي برضو الواحدة ب20 جنيه. دي حاجة لماع كده مسكرة برضو، بتتاكل، بتترش على التورتة. ومعايا فانيليا اهي، ازازة. ودي دباديب كده من المارشميلو، ممكن تزيني بيها برضو. ده بقى اسانس حليب، ده بتحتاجيه بقى في البسكوتات، عايزة تحطي منه على اي حاجة، بيدي طعم خطير وريحة حلوة قوي. ده شوكليت شيبس ابيض، بس الجو كان حر صح مني بقى على ما جيت. وده توت كده مسكر شبه الجيلي، برضو بتحطيه على التورت، على الجاتو، على اي حاجة بتزيني بيه، يبقى حلو قوي.
دي بقى شوكولاتة خام، ده كيلو. طبعا بتبقى فيه انواع كتير، في من 200 جنيه وطالع. ده كيلو عامل 200 جنيه، في اغلى طبعا، بس هو اللي ده حلو والناس كلها بتاخد منه. ودي برضو ده كيلو كاكاو خام اسباني، عامل 400 جنيه. في طبعا اغلى لحد 800 جنيه. فانا حاولت اجيب الحاجة اللي هي كويسة وفي نفس الوقت ايه، اسعار متوسطة، ما رضيتش اجيب من الغالي قوي يعني. وده كيلو كريم شانتيه، برضو عامل حوالي 400 جنيه، 380 كده. في برضو اغلى من كده. وده جيلي اللي هو التجليس، بتحطي منه على الفاكهة عشان ما تسودش، وبيخليها تلمع كده وحلو. جيلي كده شفاف، تحطيه عندك في التلاجة. وده بيكنج صودا اللي هو بيكربونات الصوديوم، تحتاجيه برضو في العجن، في الكيكات. ودي خميرة، يعني خلي لوازم عندك كده عشان متنزليش كل شوية تجيبي. ده فرماسيل اللي هو البني شبه الشوكولاتة كده. عندي هنا بسكوت ويفر اللي انتوا شايفين، دي العلبة برضو ب20 جنيه. وعندي ايه كمان، ده كيس بقى حلواني، في كبير اكبر من ده وفي صغير وفي وسط. هو ده اللي هو القماش، ده عامل حوالي 80 جنيه. انا جبت الصغير، في اكبر منه وفي وسط وفي كبير. انا جبت الصغير ده، بيتغسل وبتحطي فيه تاني. ده صوص كراميل، ودي صوص شوكولاتة، وفي كمان صوص فراولة. دي الواحدة عاملة 50 جنيه الازازة دي. وهعلمكم برضو تعملوا صوصات ازاي في البيت، بس انا قلت بالمرة بقى وانا هنا جبت معايا كام واحدة كده، 3 بس. دي قاعدة اللي بنحط التورتة عليها واحنا بنزينها. دي بلاستيك عاملة 130 جنيه. في طبعا استانلس منها عاملة 830 جنيه. فرق كبير طبعا في السعر، كل ما بتختاري حاجة تانية مختلفة خالص. ودي عصاية ايس كريم، معلقة ايس كريم قصدي. زي ما انتم شايفين جبت شوية حاجات كتير بقى دول. ودي بقى الكرتونة اللي هي بتعمليها علبة، عشان لو عاملة تورتة مثلا لحد، بتقفلي العلبة دي وتحطي فيها القاعدة بالتورتاية كده زي ما هي، وتقفليها وتوديها اللي انت هتوديها لهم يعني. شوية الحاجات دول كلهم يعني كلفوني حوالي 3000 جنيه كلهم كده، بس كلها لوازم. انا كنت طبعا بستخدم حاجات بدايل مكانها، يعني مثلا المنشار ده بتاع الكيك كنت بستخدم السكينة، وبمشي على طروف الكيك كلها، وبجيب الخيط وبحط الخيط على الطروف اللي انا قطعاها كده محدداها، وبشد الخيط بالايد دي وبالايد دي قصاد بعض عشان يقطع معايا الكيك. يعني كنت بستخدم بدايل للحاجات دي كلها. الصوصات بستخدم الصوصات اللي انا بعملها في البيت. الحاجات اللي بتلمع دي كنت مثلا بجيب فرماسي الوان. كنت بجيب كريسبي اللي هو الصغير، حب الصغير ده. اجيب كريز الفانيليا دي، ساعات كنت بستخدم الورق بدل السايلة دي، بس السايلة بتبقى ريحتها اقوى يعني. الحاجات الالوان دي برضو اول مرة اجربها، اللي هي هابي بيرث داي دي. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. مع السلامة.